السلام عليكم، واش راكم البنات؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم روتين متنوع ان شاء الله يعجبكم. بديتوا كما تشوفوا حابه نفرز معاكم القجوره هذا اللي نحط فيهم المواد الغذائيه، نحط فيهم اللماعن يعني منظمات. واش راح نقول لكم؟ ما شاء الله ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا. ما تنسونيش تخلوا جيم، ما تنسوش كومنتار باش نتحفز نزيد نحط لكم فيديوهات اخرى باذن الله. شوفوا هنا البنات كيفاه لقيتو في حاله دايره فيه المنظمات هذم كما راكم تشوفوا. نحط فيهم المواد الغذائيه يعني كي الحسنه البنات وما يهزوليش البلاصه ياسر. كاين البلارات ثاني تكاذب هذم العواد تاع الشوا البنات، يعني كل مره نهز حاجه نحط منها والله عينا نفرز وعينا، يعني الكوزينه كما تعرفوها راهي غوله. اليوم تفرزي من الغدوه تلقي الحاجه تفرزت. انا جبت العواد تاع الشوا هذوما باش نوجدها من رمضان، يعني هذوم البدايات تاع التنظيفات تاع رمضان. يعني كما تعرفوا وحدك تعود تخدم مش غير في الدار، يعني راح تجيها صعيبه شويه الخدمه بين الدار الاخر، لازم تبدا على بكره باش تكمل ليه. الحلوى هذه تاع الفيرميسيل حطتها في بورتمونجي تاع نشا، يعني حوايج الكاطو مخلطين. هنا كان شويه لي زيبيس فضلت لي من رمضان وما جبتهاش. هنا هذوما كما راكم تشوفوا، شوفوا زيمه الغبار اللي فيها. راح نغسلها ونرجع ان نرتبها من وجديد. لازم نقيموا بحوايجنا البنات. كنت هنا مسحتها البنات ومن بعد بانت لي لا المسيحه مشي وحدها، راح طلعها لي مليح وليت حطيتها في الماء ورغونتها بالماء. وهنا راح نرجع بعد ما نشفتها بالطبع رجعت كل حاجه لبلاصتها. هذا كان فيه نشا، يعني غير نمسح لي بورتمونجي بركه ونرجع كل حاجه لبلاصتها. نوصلك يعني كل حاجه تكون في بلاصتها. كنت دايره هذا من المنظمات كما راكم تشوفوا هنا، يعني كل حاجه ديتها لبلاصتها. هنا كان عندي شويه روز، زدت حليت ساشي البنات كان قضاء الزوج تاعي، زدت يعني فرزت القضيه نهار يعني منه فريزه ومنه باش نرجع كل حاجه لبلاصتها. كما تعرفوا لازم كل مره نخدموا حاجه هكا باش ننظموا اوقاتنا وننظموا يعني حياتنا. ما نقدروش كلش نحطوا على بعضاه ونخدموا. هنا كان جاب لي الزوج الروز وكان عندي كميه قبل تاع روز واللي تفرغته كامل كما راكم تشوف في البورتمونجي هذا وخبيتهم. انا دايره المنظمات هذوما والله واش راح نقول لكم البنات راهم نافعين خلا، يعني اللي ما اشتريتش المنظمات غير تشريهم. انا ما يعني الحق ما نشريش كلش مع بعضاه، بصح كل مره وين نلقى حاجه نشري. انا زدت لقيت عندي رطل تاع روز اخر من رمضان، زدت جبته زدت فرغته كامل. شوفوا البنات لتحت شويه ابيض ومن فوق هما كله روز مفور يعني. وهنا رجعت القش اللي كنت انا يد في الفريزه ويد راي في القش. حطيت القش يتغسل لي، يعني كان ما عنديش ياسر قلت خلي نحيه من الطريق خير ما يكثر لي ومن بعد نولي نغلب في الخدمه. هذا هو البنات، حطيت القش يتغسل على جهه. وكان هذا روتيني تاع يوم الجمعه. وهنا في العشوه البنات كان ساجد سخف على لي كريب، جيت نديرهم له وراح نديرهم معاكم بالطريقه تاعي، يعني كل واحد والطريقه تاعو. ان شاء الله تعجبكم الطريقه تاعي البنات. كما راكم تشوفوا درت 3 بيضات بحراره الغرفه، زدت معاهم ربع كاس زيت، كاس حليب، ربع كاس زيت. هنا كي قلتو بالمغرف البنات، كل زوز مغارف كل مغرف البيضة درت 3 مغارف، يعني ربع قل من ربع شويه. وهنا درت كاس كامل تاع الحليب البنات، كنت درتو شويه سخنته ما ديروهش بارد باش من بعد يطلع لي الكريب تاعكم يجوا باهيين. وشوفوا لي للاخر البنات هنا زدت درت 3 مغارف تاع سكر، يعني كل بيضه ندير لها مغرف تاع سكر. هذا هو لي كريب تاعي كيفاه نستعملهم البنات. نخلط كلش مع بعضاه، نحط كلش ميكسور، راح نميكسيه بالباتير. درك تشوفوا البنات بالبرا ميكسور، يعني تحبوا ديروه في الاشوار ولا في الباتير بالباتير ولا اللي بغيتوا نتوما. هنا زدت نص مغرف تاع فاني بالطبع باش تجينا لي كريب تاعنا باهيين، يعني يجيو فيهم بنه. وما ننسوش بالطبع القرصه تاع الملح اللي نحطوها ونخلطوا كلش كما قلت لكم بالبراميكسر حتى يتخلط يعني تجانس الخليط تاعنا.
ومن بعد نبدو نديرو الفرينه. راح نديرو الفرينه بالمغرف بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون خاثره البنات، تكون كيما الغرايف وتكون ليس، يعني كيما راكم تحركوا كيما هكا تكون ليكم ليس. من بعد البنات نكونوا وجدنا المقله تاعنا. لازم يكون يعني تحطوا الفرينه، يعني ما انا كل وحده والفرينه تاعها. كاينه اللي فرينه تشرب لهليه وكاينه اللي ما تشربش. انا تاعي ما تشربش، يعني درت غير ندير بشويه ونخلط ونشوف حتى نتحصل على عجينه خاثره يعني تسيح. انا من بعد البنات كيف الاخر كي درتها جتني شويه خاثره، وليت زدت لها 3 مغارف ولا 4 تاع حليب، يعني كيما هكا البنات باش نتحصلوا احس بالفرينه تاعكم. اذا الفرينه مليحه راهي ليه تتخلط لكم وما تشربش. واذا تشرب البنات راح يعني حاولوا انكم ديروا بشويه بركه حتى تتحصلوا على عجينه تكون خاثره ولهليت، يعني كي تحطوها في المقله انكم تحركوها في كل الاتجاهات. انا نلوح بشويه، نلوح بزوز مغارف ونحبس ونحرك ونزيد نشوف ترى حتى نشوفوا كيما قلت لكم تحصلوا على عجينه تكون خاثره وفي نفس الوقت تقدري تخدمي بها الكراب تاعكم. كيما قلت لكم البنات ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا. ما تنسوش تخلوا لي جيم للفيديو، ما تنسوش تبارطاجوه باش تكبر القناه تاعنا وان شاء الله توصل العدد نكملوا الشروط ليه. ما تنسونيش الجيم البنات باش تكبر القناه تاعنا. كيما قلت لكم لازم نكملوا الشروط قبل نهايه العام هذا هو البنات الفيديو تاعي تاع اليوم. حبيت نشاركه معاكم، حبيت يعني تشوفوني يوم الجمعه واش خدمت واش درت يعني نهار كامل. شوفوا القوام اللي عطاتهولنا البنات. من بعد ما بين جيت راح نحط المقله لقيتها خثرت ليا، يعني ذاك تشوفوا كيف خثرت. من بعد زدت لها، يعني ما تقولوش زدت، غير زدت شويه حليب ويعني ولقيت النتيجه. هنا شوفوا البنات حكمت المقله تاعي اللي تعليق خاب. واش درت لها رشيتها بشوي زيت. وهنا كما تشوفوا ساجد راني انا نخدم هو واقف عند راسي. هنا شويه كانت خاثره البنات، شوفوا كيف خثرت، يعني شربت داك الفرينه، يعني زودت لها جت خاثره، يعني خليتها شوي مايها. من بعد يعني ما بين وجدت انا المقله وجدت حوايجي لقيتها خفرت، وليت زدت لها كميه تاع حليب وزدت عاودتها. دوك تشوفوا هذه الكميه، يعني مشيت الكعبه هذه ما صلحتليش خليتها وزدت درت يعني رحت زدت لها شوي حليب ودرتها. شوفوا هنا البنات كي زدت لها شوي حليب كيفاه جاتني شويه ماء، لازم تخلوها بالقوام هذا. وهنا نجيبوا المقله تاعنا كيفاه ندوروها البنات حتى تدور عليها كامل باش تجي كامل كما راكم تشوفوا. بعد ما نخلوها نقصوا عليها النار نخلوها طيب من الجهه الاولى، نزيدوا نعاودوا نقلبوها على الجهه الاخرى نحمروها مليح ونكونوا وجدنا بالطبع. واش راح نحشوها البنات؟ انا درت نوتيلا، درت فيها الفراز، درت فيها البنان. وانتوما واش عندكم؟ هنا حكمت النوتيلا درتها في بوشات كيما هكا ومشيتها على الكعبات كام الكميه هذه، يعني على قد المقله هزت لي درت لي 5 كعبات البنات. هنا شوفوا البنات كيفاه درت الفريز قررته بالطريقه هذه. انتم واش حبيتوا؟ تحبوا مكسرات، تحبوا ديروا يعني الشيء اللي عندكم. انا درت الفريز ودرت البنان ويعني والشوكولا وفرات. وانتم يعني اللي عندكم مكسرات زيدوا ديروا شوي بيستاش شوي لوز شوي. هنا شوفوا البنات درت بالطريقه هذه. قال لي ساجد لا ماما ما ديريليش كيما هيك، ديريهم مربعات كيما يتباعوا تاع البر. هكا البنات يعني راني ندير حاجه عاديه تاع دار، مانيش طباخه ماهره ولا حاجه، بصح المهم نفرح وليدي، المهم نفرح وليداتي، نطيب لهم الحاجه اللي نقدر عليها. وهذاك هو البنات، هذا ما نقول يعني المهم ندير الحاجه اللي يحبوها هما. هنا حطيت هذوما كيما راكم تشوفوا هنا. ونجي هنا يعني الكعبه هذه درتها بالطريقه هذه وراح نثنيها بالطريقه كيما نعت لي ساج. واش قال لي ساج ديرها كيما هكا ودرتها في الصحن. وزدت درت الثانيه زدت قلت لكم البنات قلت لكم نوتيلا لا اوبتيلا ماشي نوتيلا. كنت شريت هذه النوتيلا اوبتيلا وخدمت بها الساجد كما راكم تشوفوا. وهنا هاوليكم الحبات كيفاه جاو اثنيتهم كما هكا، حطيت كل زوز في بلاصه. وهنا ياكله هو شويه. وانا ما نحبش الحق الحاجه الحلوه كامل ما نحبهاش، انا نحب المالح اكثر من الحاجه الحلوه.
وهاوليكم كيفاه زينتها من الفوق، والحمد لله. يعني دير حاجة في الدار، حاجة نظيفة، يعني كي تعودوا خاصة وقت دركا الامتحانات تحبوا تفرحوا ولادكم بحوايج كيما هذم. يعني يحبوا الولاد كامل يحبوا الحوايج هذوما تاع كيما نقولوا حنا تاع السقايط، يعني يحبوا الشيكولا، يحبوا الفراز، يحبوا الديسير. وهكا نكون شاركت معاكم الروتين تاع يوم الجمعة. ان شاء الله يعجبكم البنات، ان شاء الله ينال احسانكم. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى الملتقى باذن الله. وما تنسوش تخلوا لي تعليق باش نزيد نتحفز ونحط لكم فيديوهات اخرى باذن الله. سلام.